السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. جيتكم اليوم بفيديو نديرو الكلام، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هنايا عندنا تاع نص رطل، كاين اللي يقولها حمص مطحون، كاين يقولها حامي كيما جوايه بالعباس، حنا نقولها كيران. المهم هنا عندنا تاع نص رطل، فرغوها هنايا في بسينه صغيره. هنايا درنا مغرف كبيره تاع ملح. هنا عندنا يوطرو ونص تاع ما. هنا زدت نص ليطره الاخرى وخلطوه بالفوي غايه. هنا نضربو تاني بيضه في زلافه ونزيدوها، خلطو مليح باش يروحو دوك الكوريات، ضربوه مليح. هي كاين نوعيات بزاف، هذه النوعيه حنا نستعملوها بزاف، تخرج بنينه. نقعدو نضربو. هي عندها طريقه بزاف، كاين اللي يديرها على النار يطيبه يرده كي الكريمه، كاين حنا بصح هذه هي طريقتنا اللي نديروها، نعتمدينها بزاف. المهم نضربو كاين اللي ما يديرش فيه بيضه، بصح البيضه يجي فيه قوش باب، يجي متماسك. هنايا عندنا قد فنجال تاع زيت نضيفوه تاني، الزيت باش يجي الوجه تاعي يجي محمر ما يجيش ابيض. ونضربوه. هنا نجيبو الصينيه تاعنا، يا نكونوا دهنينها يا بالزيت يا بالدهان، هي بالدهان يجي خير، لو ما كاش عندكم ديروا غير الزيت. هنايا كان كنت دخلناه الفرن، هنا راه وجد. شتو كي يجي محمر كي ديروا فيه البيضه والزيت يجي شباب الشكل تاعه. اتمنى تجربوا هذه طريقتنا بسيطه. هنا نقدموه، كنا شارين خبز حامي من الكوشه، نحبو ناكلو كيما هاك كيما تاع برا. شكرا على المشاهدة.